السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصادر نيوز الإخبارية. عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الحكم الذي سيدير لقاء المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال 2022، وكانت من نصيب الحكم المكسيكي سيزار راموس الذي أدار 3 مباريات سابقة خلال المونديال. وكان هذا القرار مصدر سعادة لدى جماهير المغرب، كونه كان قد أدار مباراة المغرب وبلجيكا في الدور الأول، والتي انتهت بانتصار تاريخي للمغرب بنتيجة 2-0، وذلك لأن المباراة التي أدارها راموس لم تشهد أي حالات مثيرة للجدل أو ظلم للمنتخب المغربي خلال لقاء بلجيكا، مما طمأن الجماهير المغربية التي تنتظر اللقاء بفارغ الصبر. كما أدار راموس لقاء تونس والدنمارك في دور المجموعات، والذي قدم فيه المنتخب التونسي أداء قويا وكانت نتيجتها تعادل سلبي. وأدار راموس لقاء البرتغال وسويسرا الذي انتهى بنتيجة 6 أهداف للبرتغال مقابل 1 لسويسرا في دور 16 من البطولة. يذكر أن راموس يبلغ من العمر 38 عاما، وسبق